السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا وحبايبنا طلاب المرحلة الثانوية وبالأخص طلاب الصف الثاني الثانوي، وحشتوني جدا طبعا. معاكم سينيور خالد رضا مدرس اللغة الإيطالية l'insegnante della lingua italiana. طيب النهارده طالعين إن شاء الله مع بعضينا علشان نبدأ بحل الجرامر بتاع الوحدة الثانية بتاعتنا، واللي فيها طبعا هنبتديها بأول درس معانا اللي هو درس اسمه التعبيرات الدالة على المكان. لو تفتكر معايا كده، او انا هفكرك دلوقتي بحاجة صغيرة قوي. الحاجة دي متعلقة بالدرس ده ومتعلقة بطريقة الحل على درس التعبيرات الدالة على المكان. قلت لك ان التعبيرات الدالة على المكان كانت بين قوسين كنا بنسميها عندنا مصطلحات، والمصطلحات اللي انت خدتها معايا او اللي انت حفظتها المفروض اصلا معايا، قلت لك المصطلح دايما بيكون عباره عن جزئين. الجزء الاولاني بيكون عباره عن تعبير، والجزء الثاني دايما بيكون عباره عن يا حرف جر يا اداه تعريف. تاني، المصطلح كله على بعضه. المصطلح مكون من جزئين، الجزء الاولاني تعبير والجزء الثاني هيكون يا حرف جر يا اداه يا اداه تعريف. في الامتحان بيعمل ايه يا بطل؟ في الامتحان بيجيب لك الجزء الاولاني اللي هو بيجيب لك التعبير، ويسألك على الجزء الثاني اللي هو هيكون يا حرف جر يا أداة تعريف، يا إما يجيب لك الجزء الثاني ويسألك على الجزء الأولاني. تاني المصطلح عبارة عن جزئين، يجيب لك التعبير ويسألك على حرف الجر، يا يجيب لك حرف الجر ويسألك على التعبير. فأنت علشان تعرف تحل على الدرس ده بقى لازم تبقى حافظ. لازم تبقى حافظ إيه؟ لازم تبقى حافظ التعبير بالحرف الجر بتاعه، لازم تبقى حافظ التعبيرات اللي بتنزل مع ادوات مع ادوات التعريف بتاعتنا. فتعالوا دلوقتي مع بعضينا نشوف الكلام ده بعينينا دلوقتي حالا. الكلام ده بيقول ايه بقى؟ تعالوا كده مع بعضينا نكبر ونشوف الكلام ده قصادنا. يلا، اول حاجه يا سينيور بيقول لك ايه؟ اول حاجه عندنا هنا بيقول ايه؟ بيقول يا سينيور الجملة الأولانية أول حاجة هنعملها هنبص على الاختيارات بتاعتنا. أول حاجة هنعملها إيه؟ هنبص على الاختيارات. لما رحت بصيت على الاختيارات لقيته يا سينيور جايب لي حروف جر، ومن ضمن حروف الجر جايب لي تعبير اسمه دنترو. جايب لك إيه؟ تعبير اسمه دنترو. أنا علشان أختار التعبير ده، اسمع، أنا علشان أختار يا سينيور التعبير ده لازم ينزل بعد النقط على طول أداة تعريف. هل في أداة تعريف؟ أهي يا سينيور دي أداة تعريف، يبقى ده معناه ان انا هختار التعبير اللي هو اسمه دنترو. ليه ما اخترتش حروف الجر دي؟ لان انا اصلا ما ينفعش اختار الحرف الجر ده في وجود ادوات في وجود اداه التعريف. لازم اخد الاداه وادمجها مع ان او مع ضا او مع او مع سو. طيب اللي بعده جايب لك ان وسو وصبرا وسو، دول اسمهم حروف جر، وصبرا ده تعبير. انا عشان اختار التعبير ده لازم ينزل بعد نقط أداة تعريف. هل موجودة؟ يا سينيور، يبقى اختار التعبير على طول. اللي بعده هنا يا سينيور جايب لي ايه بقى؟ هنا جايب لي لونتانو تعبير، وجايب لي يا سينيور دانترو ده تعبير، وجايب لي الاثنين دول حروف جر. انا يا سينيور هختار التعبير حسب يا سينيور الكلمة اللي جاية بعد النقط. هل دي أداة تعريف؟ يبقى انا اروح اختار دانترو على طول. طب ليه ما اخترتش لونتانو؟ عشان التعبير ده كان بينزل بعده حرف الجر ده. هل هنا جايب لك حرف جر؟ لا، يبقى انا هختار هختار دنترو على طول. طب ليه ما اخترتش ان او نيلا؟ يا ابني ما انا كده ما ينفعش اختار ان في وجود الاداه بقى خلاص. اللي بعده يلا، هنا جايب لك في الجمله رقم 4 بيقول لك ايه؟ بيقول لك دافانتي نقط ليبريا تشي اونا سيديا. هنعمل ايه يا سينيور؟ اول حاجه هنبص عليها هنبص على الاختيارات. جايب لك في الاختيارات حروف جر. اقف واسال نفسك سؤال، اول ما تلاقي اختياراتك فيها حروف جر بس بدون اي تعبير، اقف واسال نفسك سؤال، هو بيسالني على درس حروف الجر العادي اللي احنا خدناه في الوحده الاولى، ولا بيسالني على حروف الجر اللي بتنزل مع التعبيرات؟ هنعرف منين؟ تعالى اقول لك، هنعرف من الكلمه اللي جايه قبل النقط. لو الكلمه دي كانت عباره يا ابني عن تعبير، لو الكلمه دي عباره عن تعبير يبقى هو بيسالني على حروف الجر اللي بتنزل مع مع التعبيرات. لو الكلمه دي مش تعبير يبقى هو بيسال على درس حروف الجر العادي. تعال، دافانتي هل ده تعبير؟ والتعبير ده بينزل بعده فين اهي يا سينيور، شكرا. اللي بعده بيسالني على التعبير، يبقى جاب الجزء الثاني اللي هو هيكون جابه لك يا حرف جر يا اداه تعريف. هنا جايبه في الجمله حرف جر دي باخدها مع مين؟ دي باخدها مع دافانتي. ديسترا بتاخد دي، وعندي يا سينيور سوبرا بتاخد اداه، وعندي يا سينيور لونتانو بتاخد دا. اللي موجود عندي يبقى انا اختار دافانتي على طول.
نفس الكلام موجود هنا حرف الجر يبقى انا اختار التعبير اللي هو اسمه فيتشينو. هنا في اداه تعريف يا سينيور، يبقى اختار يا سوبرا يا سوتو يا دينترو يا فواري. اللي موجود من الاربعه مش موجود ولا اي حاجه يا سينيور. تاني، سوبرا وسوتو فوق وتحت، دينترو داخل، عكسها فوري بمعنى خارج. هل موجود حاجه منهم؟ لا مش موجود يا سينيور، لان دافانتي بيجي وراها فيتشينو ودياترو ولونتانو دا. طب يا سينيور هختار في الحاله دي ايه بقى؟ قال لك في حاله عدم وجود الاربعه دول بتروح للتعبير الجوكر بتاعنا، واللي هو كان اسمه دياترو. ده التعبير الوحيد اللي احنا كنا بنسميه عندنا جوكر. يعني ايه جوكر يا سينيور؟ يعني بيجي بعده مره حرف الجر واحيانا بيجي بعده ادوات ايه؟ ادوات تعريف. امتى اختاره مع ادوات التعريف؟ في حاله عدم وجود الاربع تعبيرات اللي هم الاساسيين اللي احنا كنا بناخدهم مع ادوات التعريف. اللي بعده هنا يا سينيور اكانتو، التعبير ده بياخد حرف الجر فاروح اختار ال على طول. ليه ما اخترتش ال دي؟ عشان دي مفرد مؤنث بدأ بساكن فاختار ال. اللي بعده هنا يا سينيور جايب لي اداه تعريف، فانا هختار يا سوبرا يا سوتو يا دينترو يا فوري. مفيش حاجه منهم، يبقى اختار التعبير اللي هو اسمه دياترو على طول. اللي بعده التشستينو، بيقول لك ايه؟ بيقول لك التشستينو يعني سله المهملات. بيقول لك بتكون ايه؟ نقط لا سكريفانيا. ادي لا اهو، يبقى انا هختار يا سوبرا يا سوتو. ادي سوتو اهي، يبقى انا هختار سوتو على طول. اللي بعده c'è un poster، يعني بيوجد البوستر نوت اللاتو. دي اداه تعريف، يبقى اختار يا سوبرا يا سوتو يا دينترو. سوبرا موجوده يبقى اختارها. اللي بعده فيتشينو، التعبير ده بياخد حرف الجر زائد ايه يا سينيور؟ مفرد مؤنث بدأ بساكن فاختار اللا. فين الآ واللا؟ اللي هي هتبقى الله، اللي هي انهي واحده؟ اللي هي يا سينيور اخر واحده خالص، اللي هي هتبقى دي. يلا اللي بعده هنا جايب لك حرف الجر يبقى انا هختار التعبير اللي هو اسمه دافانتي على طول. هنا بيقول لك الكالنداريو التكوين بتاعتك بتكون نقط نقط باريتي. فهنا هنختار مين بقى يا سينيور؟ هنا ولا في عندي حرف جر ولا في عندي اداه ايه؟ ولا في عندي اداه تعريف، ولا حرف جر ولا اداه تعريف. يبقى هو ما بيسالكش على درس التعبيرات، بل بالعكس بيسالك على درس حروف الجر العادي. يبقى ده معناه، بص حتى الدليل على كده جايب لك حروف جر اهي، والكلمه اللي قبل النقط ما كانتش عباره عن تعبير، ده جايب لك فعل على طول. يبقى بيسالني على درس حروف الجر العادي. وهنا يا سينيور بنختار مين؟ هنا لازم تحفظ المصطلح ده، اسمه السولا باريتي. وكلمه سولا باريتي معناها على الحيطه. طيب هنا بقول لك ان ساعه التكوين بتكون ايه؟ بتكون يا سينيور على الحيطه على طول. طيب الريستورانت نقط ديلا بيشينا، ده حرف الجر دي، يبقى ده معناه ان انا اختار تعبير اللي هو اسمه اديسترا واسينيسترا. الاثنين اديسترا واسينيسترا الاثنين بيختار معاهم او الاثنين بينزل معاهم حرف الجر دي. لونتانو بينزل مع دا، اي حاجه ثانيه بتنزل مع ادي دا يبقى اختار لونتانو على طول. ادي دي يبقى اختار اديسترا على طول. شفت انا بحل ازاي؟ هنا جايب لك يبقى اختار مين؟ يبقى اختار التعبير اللي هو اسمه دافانتي على طول. اللي بعده هنا يا سينيور ولا جاب لي ايه؟ هنا يا سينيور ولا جاب لي حرف جر ولا اداه تعريف، يبقى انا هستبعد فيتشينو، هستبعد لونتانو، هستبعد دنترو، يبقى اختار نيلو على طول. شفت انا عملت ايه؟ ولا جاب لي حرف جر ولا جاب لي اداه تعريف. يبقى هو ما بيسالنيش على درس التعبيرات الدال، بيسالني على درس حروف الجر العادي، فانا هختار حرف جر عادي خالص. اللي بعده اديسترا بختار معاه حرف الجر دي، فانا هستبعد ده واستبعد ده على طول. هل انحصر يا دلو مفرد مذكر بدا باس زائد متحرك، يبقى اختار والال مع الدي هتبقى ايه؟ هتبقى دل. اللي بعده في اداه تعريف هنا، يبقى انا هختار يا سوبرا يا سوتو يا دينترو يا فواري. ادي دينترو اهي. اللي بعده فيتشينو بختار معاه حرف الجر فين عندي في دي ودي، دي مفرد مؤنث يبقى اختار على طول. اسينيسترا دي يبقى انا هختار يا ده والاثنين خلي بالك صح. اللي بعده لا بيانتا دي فرونت، كلمه دي فرونت كنا بنختار معاها حرف الجر مفرد مؤنث يبقى اختار على طول. فين اهي يا سينيور. اللي بعده هنا جايب لك حرف الجر دي، يبقى اختار اديسترا او اسينيسترا، اللي موجود اديسترا. لونتانو بختار معاها مين؟ لونتانو بختار معاها حرف الجر ده، فبالتالي هختار ايه؟ هختار ضل على طول. هنا عندي اداه تعريف اسمها يبقى اختار يا سوبرا يا سوتو يا دينترو يا فواري. هل موجود حاجه؟ لا يا سينيور مش موجود، يبقى اختار التعبير اللي هو اسمه دياترا. اللي بعده اديسترا بختار معاها حرف الجر دي، يبقى اختار ايه؟ هختار دل على طول. طب ليه ما اخترتش دل؟ عشان دي مفرد مذكر شاذ. ريستورانت مفرد مذكر شاذ.
اسئله الطالب المتميز يا متميزين يا متميزين. ماشي يلا. السؤال الاولاني بيقول لك ايه؟ بيقول لك questo questo tavolo c'è una lampadina. لامبادينا اللي هي اللمبه. يلا هنا عندك questo يا سينيور، وكويستو ده اسم اشاره، فاكرين اسم الاشاره ده ايه؟ اسماء الاشاره بتعادل مين؟ بتعادل ادوات التعريف. يعني انت هتتعامل مع ده على ان هو اداه تعريف. يعني ده معناها ان انا هختار تعبير من الاربعه اللي احنا كنا حافظينهم، اللي هو يا اما سوبرا يا سوتو يا دينترو يا فوري. في حاجه منهم؟ ما فيش يا سينيور، بس موجود عندي سوبرا. بس السوبرا ايل، هو انا ينفع اختار ايل في وجود الاسماء؟ لا طبعا، يبقى استبعد على طول. طب انا عندي سول وعندي سو، هختار مين بقى؟ هختار سو دي على طول. وعلى فكره الحل هيكون الاثنين دول. اللي بعده هنا في عندي اداه تعريف، يبقى انا هختار يا سينيور يا سوبرا يا ايه؟ يا سوتو. يا سوبرا ايه؟ يا سوتو. طب يا سينيور هو ينفع يقارني ما بين تعبيرين؟ يعني انا دلوقتي الاثنين دول كجرامر بيقول ان سوبرا بيجي وراها اداه وسوتو بيجي وراها اداه. حصل؟ طب انا نفرض خيرني ما بين الاثنين، اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه؟ هنا هتختار واحده منهم حسب المعنى ايه؟ حسب المعنى بتاعك. حسب مين؟ المعنى ايه؟ حسب المعنى بتاعك. انت يا حبيب قلبي، انت يا بابا بتحب تقعد فين؟ بتحب تقعد فوق الشمسيه ولا تحت الشمسيه؟ انت بتقعد فين يا بابا؟ بتقعد فين؟ لو انت بتحب تقعد فوق الشمسيه يبقى انت هتختار صبر. طب لو انت بتحب تقعد تحت الشمسيه يبقى انا هختار مين؟ سطو على طول. انت بقى وضميرك بقى، شوف انت بقى بتحب تقعد تحت ولا فوق؟ احنا بنقعد فين يا جماعه؟ المعنى لازم يبقى واقعي عشان يخيرك ما بين الاثنين، عشان يخيرك ما بين صبر وما بين سطو لازم يبقى معنى الجمله واقعي. يعني ما ينفعش يجي يقول لك القلم ده بيكون تحت الترابيزه ولا فوق الايه؟ ولا فوق الترابيزه، لان هو وارد يكون تحت وارد يكون ايه؟ فوق. بس مش من الوارد ان انت ايه بقى؟ مش من الوارد اللي انت يا جماعه تقعد فوق الشمسيه، الا لو انت بقى حاجه ثانيه. مش عايز اقول طبعا عشان انتوا عارفين الكلام اللي انا بقوله ايه. طيب سامحني يا رب. اللي بعده رقم 3 بيقول لك ايه؟ رقم 3 بيقول لك دافانتي دي يا سينيور بختار معاها حرف الجر طب بسيط ولا مركب؟ طبعا مركب، فبالتالي هنا هختار اللا على طول، فاقول له دافانتي alla ماما، يعني قصاد ماما. اللي بعده دي فرونت بختار معاها وهنا هتنزل بسيطه عشان جوليا ده اسم شخص ما ينفعش اعرفه، هو كده معرف لوحده. البوستر بيكون نقط باريت الحيطه، يبقى سولا باريت على الايه؟ على الحيطه على طول. طيب تعالوا مع بعضينا على الدرس الثاني بتاعنا، اللي هو كان درس عندنا فعلين، اللي هو فعل عندي اسمه تشي وعندي فعل اسمه تشي ايه؟ تشي سانا. زي ما احنا عارفين اللي احنا يا سينيور كنا بنختار ايه؟ كنا بنختار واحد من الاثنين دول، كنا بنختار فعل واحد بس من ده او ده حسب الكلمه اللي جايه ايه. بص بقول لك اهو، هو اوريدي هيسالك في الاثنين دول يا جدعان، هو هيسالك في الفعلين دول. لما تلاقيهم في الاختيارات اعرف ان حلك بنسبه 100% هيكون يا ده يا ده على طول. طيب انا هختار واحد منهم حسب مين؟ تعالى اقول لك. هتختار واحد من الاثنين دول حسب الكلمه اللي جايه بعد النقط. حسب مين؟ الكلمه اللي جايه بعد النقط. لو الكلمه دي يا ابني مفرد يبقى انا هختار تشي، لو الكلمه دي يا ابني جمع يبقى انا هختار تشيسون على طول. حصل؟ طيب هعرف منين ان الكلمه دي مفرد ولا جمع؟ من حاجتين اللي هما النهايه يا اما يا سينيور عن طريق الادوات. ايه هي الادوات؟ التعريف او التنكير او اسماء الاشاره. جاب لك ادوات تعريف مفرد يبقى الكلمه مفرد يبقى اختار تشي، جاب لك ادوات تعريف جمع يبقى الكلمه جمع يبقى اختار تشيسونو. او ممكن اعرفها عن طريق النهايه، جاب لك نهايات المفرد هتختار تشي، جاب لك نهايات الجمع هتختار ايه؟ هتختار تشيسونو على طول. خلاص كده؟ طيب السؤال بقى دلوقتي يا سينيور، الجمل بتكون جايه مباشره يعني؟ والله العظيم بتكون جايه مباشره، هو هتشوف دلوقتي معايا. بس قبل ما نحل خليني اقول لك قاعدتين تخلي بالك منهم كويس قوي، مطبين لازم تخلي بالك منهم كويس قوي في الدرس ده، لان الحاجتين دول دايما بيسأل عنهم، دايما بيحطهم لك في الامتحان، لان هو عارف ان الطالب طالب متسرع، فبالتالي لما بيروح بيختار الاجابه على طول بدون حتى ما يفكر، بدون حتى ما يقرا بقيه السؤال. باقي السؤال. طيب الحاجتين دول، اول حاجه اسمها تراكم الادوات. يعني ايه تراكم الادوات؟ يعني يجيب لك اكتر من اداه في ايه؟ في جمله. يعني مثلا اقول لك ايه؟ ان فريجو في الثلاجه نقط اونا بيتزا، بتوجد بيتزا. اونا بيتزا، فواحد يقول لي يا سينيور اونا دي اداه تنكير مفرد، يبقى الكلمه مفرد يبقى اختار معاها تشي. حصل؟ جدع، صح، ما عنديش قد مشكله.
بس انت ليه ما كملتش قرايه الجمله؟ هو بيقول لك في الثلاجه بيوجد بيتزا و ايه اونا تورته، وفي تورته بردك في الثلاجه. يعني في عندي كام حاجه في الثلاجه؟ 2. يعني مفرد ولا جمع؟ يعني جمع يا سينيور، يبقى اختار معاها ايه؟ تشيسونو على طول. يبقى بالتالي لو انت شخص طالب متسرع والله العظيم هتختار تشي، لان انت هتحدد ان كلمه بيتزا دي مفرد واسم واحد يا سينيور، يعني جه قبل اونا اصلا اداه تنكير، يبقى الجمله مفرد، يبقى اختار تشي. طب انت ليه ما تعبتش عينيك شويه ورحت بصيت على الكلمه اللي جايه بعدها؟ هل جه بعد بيتزا اسم تاني ولا ما جاش؟ يا سينيور جه، واللي عرفك اللي هم اسمين ان في عندي حرف عطف اسمه ايه. يبقى حاجتين تخلي بالك منهم في الدرس ده. اول حاجه تخلي بالك منها، بص اكتبها لك اهو، اول حاجه يا ابني لازم تخلي بالك منها تراكم الادوات. يعني ايه تراكم الادوات يا سينيور؟ يعني يجيب لك اكتر من اداه في جمله، ودي هعرفها ازاي؟ هعرفها عن طريق حروف العطف، يا اما ايه يا اما ايه. اول ما تلاقي حاجه من الاثنين دول في الجمله اعرف ان جملتك جمع، اعرف انك هتختار تشيسونو على طول. تاني حاجه لازم تخلي بالك منها، لازم تخلي بالك من الارقام. ليه يا سينيور؟ لان في بعض الارقام اللي هي منتهيه بالنهايه او، لان هي المفرد بس هي اوريدي جمع لان ده رقم يا سينيور، زي اوتو 8، زي كواترو رو كلمه منتهيه باو اهو اللي هو رقم 4، او الارقام المقفوله اللي هي 30 40 50 30 40 50 60 70 80 90 100. يعني 100 دي الارقام المقفوله، هي دي الارقام اللي دايما بتنزل في الامتحان، فانت لازم تخلي بالك منها كويس قوي. يبقى حاجتين لازم تخلي بالك منهم وانت بتحل على الدرس ده. اول حاجه تراكم الادوات، وده هتعرفه عن طريق حرف العطف وهبينه لك دلوقتي في الجمل واحنا بنحل. تاني حاجه عندنا الايه؟ الارقام، واهتم جدا بالارقام المقفوله اللي هو قلتهم لك من 30 لغايه ايه؟ لغايه 100، والارقام العاديه اللي هي 4 وكام؟ 4 و8. طيب تعالوا كده مع بعضين، يلا هقول لك احنا بنحل ازاي. اول حاجه ابص على الاختيارات، جاب لي في الاختيارات تشي وتشيسون يا سينيور، يبقى حل هيكون واحد من الاثنين دول. هبص على الكلمه اللي جايه بعد النقط دو كامر يا سينيور، دو ده رقم 2 يعني جمع، يبقى اختار معاها تشيسون على طول. اللي بعده قلنا تورته يا سينيور، دي تورته واحده بس، ده مفرد اهو، هل في بعدها حرف من الاثنين دول؟ لا، يبقى ده اسم واحد، يبقى اختار تشي. اون جاردينو دي اداه تنكير مفرد، يبقى اختار تشي. اون جاتو دي اداه تنكير مفرد، يبقى اختار تشي. شفت انا ماشي ازاي؟ شفت انا بحل ازاي؟ خلي بالك بقى، انت بتحدد نوع الكلمه يا اما عن طريق النهايه يا اما عن طريق الاداه. طب الاسهل الاداه طبعا، الاسهل الاداه طبعا. طيب اللي بعده جمله رقم 5 بيقول لك فيها ايه؟ بيقول لك فيها يا سينيور ان كلاس في الفصل نقط مالتي ستودنت يا سينيور. مالتي دي كتير جمع مذكر، هي منتهيه بالاي. طب انا عايز اتاكد ان انا حل صح، عايز اتاكد ان انا محدد نوع الكلمه دي صح. اعمل ايه؟ في طريقه يا سينيور اقدر احدد بيها واقدر اتاكد بيها من حلي ان انا فعلا محدد نوع الكلمه دي صح. اللي هي ايه؟ الكلمه اللي جايه بعدها لو الكلمه اللي جايه بعدها جمع وانت محدد ان ده جمع، يبقى انت ماشي صح. طب لو الكلمه دي مفرد وانت محدد ان ده جمع، يبقى انت غلط. غلط في ايه؟ غلط في تحديدك لنوع الكلمه دي. عشان دي تبقى مفرد لازم تبقى دي مفرد، وعلشان دي تبقى جمع لازم تبقى دي ايه؟ جمع على طول. فانت محدد ان ده جمع وده جمع، يبقى انت ماشي صح، يبقى تختار تشيسونو. طيب مالتي تشيتا سينيور، طب ده جمع وده ايه؟ ده منتهيه يعني ده مفرد يا سينيور المفروض صح؟ يعني انا كده ماشي صح ولا غلط؟ انت ماشي لغايه دلوقتي المفروض غلط، صح ولا غلط؟ طب ليه يا سينيور غلط؟ عشان انت حددت ان ده جمع وكلمه تشيتا دي مفرد يا سينيور. بس اللي انت ما تعرفوش ان في عندي قاعده في الايطالي بتقول ان جميع الكلمات التي تنتهي عليها اتشنتو، الكلمات دي بتكون نوعها مؤنث، تنفع مفرد وتنفع جمع. تنفع ايه؟ تنفع الاثنين مع بعض. فاكرين درس الاسماء لما كنت بشرحهم لك؟ فاكرين الحصه اللي انا كنت بشرح لك فيها درس ادوات التعريف، وقبل ما اشرح لك ادوات التعريف قلت لك ان في شويه ملحوظات هتساعدك في تحديد نوع الاسم. يا سيدي، دي ملحوظه من الملحوظات اللي كنت بقول لك فيه. الكلمات المنتهيه بقى عليها اتشنتو، الكلمات دي تنفع مفرد وتنفع جمع، يعني الكلمه دي تنفع الاثنين، تنفع مفرد وجمع. طب انا هعرف منين؟ من الصفر. انت وصفت مدينه ولا مدن؟ وصفت مدن. مالت بمعنى كتير، فده معناها يا سينيور انها جمع، يبقى اختار معاها تشيسونو على طول. اللي بعده
شوبيرو جنرالي اضرب عام فهختار تشي. اللي بعده مولتي ريستورانتي مطاعم كثيره فانا هختار تشي سون عشان جامعه هو يا سينيور. اللي بعده بص اونجيلاتو. لو انت متسرع هتقول لي ان اداه التنكير اون مفرد يبقى اختار تشي. هقول لك حمار. ليه حمار يا سينيور؟ ما هي مفرد اهي. يلا ما كملتش قراءه الجمله ليه؟ اهو حرف عطف اسمه ايه؟ معنى وايه؟ وجوده بيعرفك ان في هنا اسم وفي هنا اسم. ادي اون تورتا وادي اونجيلاتو يبقى اختار تشي سون على طول. 30 بصوا كده بص اللي هيروح يحدد هيقول عليها انها مفرد عشان منتهيه بالاه فيروح يختار تشي. هقول له حمار. ليه يا سينيور؟ ما هي منتهيه بالاه. يلا ده رقم 30 ده معناه 30 فعشان كده بقول لك اتاكد من تحديدك لنوع الكلمه صح. هتتاكد ازاي؟ من الكلمه اللي جايه بعدها. ستودنتي ده جمع وانت محدد ان ده مفرد يبقى انت غلط. علشان دي تبقى جمع لازم تبقى دي جمع على طول فاروح اختار تشي سونو. 30 بمعنى 30. قلنا رانشاتا يا سينيور عصير البرتقال فهختار معاها ايه؟ هختار معاها تشي على طول. اللي بعده اون بار دي مفرد يبقى اختار معاها تشي. اون ليبرو ده مفرد هختار تشي. تانتي مونومنتي ده يا سينيور جمع اهو يبقى اختار تشي سون. الكولاسيو ده مفرد هختار تشي. تانتو ترافيكو يا سينيور ده الكثير من اشارات المرور. في بعض المصطلحات اللي عندي يا سينيور جمع هي جمع بس عندي في اللغه بتعامل معامله المفرد زي تانتو ترافيكو الكثير من اشارات المرور. تانتا جنتي الكثير من الايه؟ الكثير من الناس. لا فاميليا العيله. الموندو العالم. كل الحاجات دي كلها يا جماعه الكلمه جمع. العالم ناس كتير. مالتا جنتي الكثير من الناس. تانتا جنتي الكثير من الناس. بص بيقول لك ايه؟ كثير من الناس. يعني الجمع لو الكلمه لو انت فكرت فيها لمده بس صغيره هتقول لي يا سينيور كثير من الناس دي جمله جمع يا سينيور يعني اختار تشيسون. هي الكلمه جمع بس انا عندي في اللغه بتعامل معامله الايه؟ المفرد. تانتو ترافيكو الكثير من المرور ادي الجمله هي يا سينيور. اي نعم الكلمه جمع بس بتعامل معامله المفرد فهختار تشي على طول. دو بالكياري كوبايتين يبقى اختار ايه؟ هختار تشيسون عشان دو ده رقم كام؟ ده رقم 2. اللي بعده اون ليبرو الكلمه دي مفرد فهختار معاها تشي. وانا فيستا دي مفرد هختار معاها تشي. لكيافي يا سينيور ده جمع هختار تشيسونو. مالتي يا سينيور ده جمع هختار معاها تشيسونو. دو بن يا سينيور ده جمع هختار معاها تشيسونو. اون تلفزيوري يعني يا سينيور مفرد هختار معاها تشي. مالتي بن الكلمه دي يا سينيور جمع فهختار معاها ايه؟ هختار معاها تشيسونو ايه؟ تشيسونو على طول. طيب اهي مالتي بن اقلام كتيره فاختار معاها تشيسونو. وانا بيانتا ده مفرد اختار معاها تشي. تريجاتسي 3 اختار معاها تشيسونو. بوست يا سينيور اماكن فاختار معاها الاختيار اللي هو اسمه تشيسونو على طول. طيب اللي بعده اهي تاني بوستي هختار معاها تشيسونو. 6 ده رقم 7 هختار معاها تشيسونو. ليتسيوني ده جمع هختار معاها تشيسونو. اون بالفيلم يا سينيور ده مفرد هختار معاها تشي. لا بارتيتا ده مفرد هختار معاها تشي. انا فيرماتا يا سينيور ده مفرد هختار معاها تشي. تريلينيا يعني 3 خطوط هختار معاها طبعا ايه؟ هختار معاها تشي ايه؟ تشيسونو على طول. اللي بعده اهي تشيسونو. دو ماليات ده جمع هختار معاها تشيسونو. الترو كافيه ده مصطلح من ضمن المصطلحات يا سينيور بختار معاها تشي. احفظ المصطلح ده واحفظ المصطلح ده. مصطلح اسمه بيوبوستو مصطلح اسمه الترو كافيه. الترو كافيه اخر. بيوبوستو اكتر من مكان فمفرد فبختار معاها تشي على طول. دي اداه تنكير جمع فهختار معاها تشي ايه؟ تشيسونو على طول. نيجي بعد كده لاسئله الطالب المتميز. اللي بعده يلا. اول حاجه بيقول لك عليها ايه؟ بيقول لك نسونا يا سينيور ده مفرد هختار معاها تشي. تانتو ترافيكو دي مفرد هختار معاها تشي. بص تشيتا تنفع مفرد وجمع. هبص على الصفه دي جمع يبقى دي جمع يبقى اختار معاها تشيسانو. مدن كبيره. مدن ما قلتش مدينه. اللي بعده تشانتو خلي بالك الكلمه دي يا سينيور لو قلت عليها مفرد عايز اتاكد بص على الكلمه اللي جايه بعدها. بيرسونا يا سينيور دي جمع. ده اصل الكلمه بتاعتها اونا بيرسونا اللي هو شخص ما. اونا بيرسونا هنا جمع مؤنث ودي يا سينيور مفرد ازاي؟ يبقى اكيد دي انا محدد نوعها غلط. طب انا كلمه تشانتو دي ايه؟ تشانتو دي يا جدعان 100 و100 ده جمع يبقى اختار معاها تشيسانو على طول. 100 شخص
100 شخص. اللي بعده مولتا جنت، الكلمه دي يا سينيور مفرد. طب هي جنت نوعها ايه اصلا؟ دي نوعها مفرد مؤنث ايه؟ مفرد مؤنث شاذ. كلمه من الايه؟ كلمه من القصه بتاعتي. مولتا جنت ناس كتيره يا سينيور، فالكلمه مفرد فهختار معاها تشي على طول. الكلمه اصلها جمع بس بتعامل معامله المفرد عندنا. اللي بعده كوالكونا، كلمه مفرد فهختار معاها ايه؟ هختار معاها تشي على طول. اللي بعده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان ايطاليا، في ايطاليا نقط تشيتا. كلمه تشيتا يا سينيور دي مفرد، بس خلي بالك هنا يا سينيور وصفها لك اللي هي بل، فده معناه ان كلمه تشيتا هنا جايه لك كجمع فاختار معاها تشي ايه؟ تشيسانو على طول. una bella festa يعني حفله جميله، فدي مفرد فاختار معاها تشي. كوالكوزا يعني يا سينيور دي مفرد فاختار معاها على طول ايه؟ هختار معاها تشي. اللي بعده اللي بعده هنا يا سينيور بيقول لك ديل بيبيتي وعندك الاك وانفريجو، فهنا المفروض ان انا اختار معاها تشي ايه؟ تشيسانو على طول. اللي بعده بيقول لك ديل جيلاتو دي مفرد فهختار معاها ايه؟ هختار معاها تشي على طول. الجمله اللي بعد كده جمله رقم 11 بيقول لك فيها ان السالوتو في الصالون بيقول لك نوت اون تلفزيون. هنا بيقول لك اديون وديونا تورتا، فصل ما بينهم حرف عطف اسمه ايه؟ فبالتالي دول اسمين يعني جمع، يعني هختار معاها تشيسانو. ركز بقى في الجمله دي. بيقول لك هنا لا بوستا البريد نقط ترا الباركيجو ايه لالبرجو. هنا بيقول لك ان البوستا بتكون ما بين الجراج وما بين الايه؟ وما بين يا سينيور الايه؟ الفندق. فده معناها انك انت هتقول له يوجد البوستا بتوجد ما بين الجراج، بتوجد ما بين الجراج الى البرجو. هنا يا سينيور هنختار ايه بقى؟ هنا عشان تختار تشي او تشيسونو اللي جاي بعدها ده مش اسم يا سينيور. امال هنا هنختار ايه بقى؟ بص هنا هنختار ايه؟ هنا هنختار الفعل بتاعك اللي هو اسمه ايه؟ البوسطه بتكون ايه بقى؟ بتكون ما بين الجراج والايه؟ والفندق بتاعنا. ادي الفاعل، ادي الفعل، ادي المفعول ايه؟ ادي المفعول به بتاعك. ما ينفعش تختار فعل تشي ولا تشي ايه؟ ولا تشيسونو بتاعنا. اللي بعده ان فريجو في الثلاجه نقط الجيلاتو ايه؟ لا تورتا. هنا يا سينيور اسمين يعني جمع، يعني اختار معاها تشي ايه؟ تشيسانو على طول. هنا عندك ماتيو ده مفرد يبقى اختار معاها تشي. اللي بعده هنا عندك اوتوبوس وعندك تشوبرو جنرال الاثنين مفرد فاختار معاها تشي. خلي بالك في هنا اكسبريشن لازم تخلي بالك منهم كويس قوي. بيقول لك تشيد الجيلاتو يعني بيوجد البعض من الايس كريم او القليل من الايس كريم، او تشي اون بودي جيلاتو يعني يوجد القليل من الايس ايه؟ القليل من الايس كريم. المصطلحين دول لازم تخلي بالك منهم كويس قوي عشان لما يجوا لك تبقى عارف ايه؟ تبقى عارف يا سينيور ان الجمله بتاعتي كلها مفرد، فالمفروض ان انا اختار معاها تشي. لغايه هنا خلصنا الدرسين اللي هم خاصين بالوحده الثانيه بتاعتنا. كده مش هيبقى لنا غير درس واحد بس ونخلص بيه الجرامر بتاع الوحده الثانيه، والدرس ده اسمه اي بوسيسيفي سينجولاري اللي هي الصفات الملكيه الايه؟ الصفات الملكيه المفرد. كده احنا خلصنا مع بعضينا الايه؟ خلصنا مع بعضينا حل الواجب بتاعنا اللي هو كان خاص بالدرسين، اللي هو الدرس الاولاني اللي معانا اللي هو كان درس اسمه التعبيرات الداله على المكان، والدرس الثاني بتاعنا اللي هو كان عندي فعلين، فعل عندي اسمه تشي وفي عندي فعل اسمه تشي ايه؟ تشيسانو. اشوفكم على خير ان شاء الله في الحصه الرابعه بتاعتنا، واللي فيها هنكمل سلسله الجرامر بتاع الوحده الثانيه، واللي فيها هنحل فيها درس اسمه لو تفتكروا معايا اسمه اي بوسيسيفي سينجولاري اللي انا قلته لكم في نهايه الحصه اللي كنت بشرح فيها تشي وتشيسانو. قلت لكم الحصه الجايه ان شاء الله هناخد مع بعضينا درس اسمه صفات الملكيه المفرد، وده هيكون اخر درس معانا في الوحده الثانيه بتاعتنا. طيب كان معاكم سنيور خالد رضا مدرس اللغة الإيطالية. أشوفكم على خير إن شاء الله في الحصة الجاية. يلا تشاو.